عاوزة تحلية تكون سهلة وسريعة بعد الفطار لشهر رمضان، ما تاخدش منك وقت في التحضير، ومكوناتها تكون موجودة في كل بيت، وكمان سهلة ولذيذة. يلا بينا نسمي ونبتدي. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتقولوا رأيكم تحت في الكومنتات. يلا بينا. بسم الله. اول حاجه هنجهز اي فاكهه متوفره عندنا، مش مرتبطين بانواع فاكهه معينه، بس اهم حاجه تكون فاكهه بلدي طازه وتكون مستويه قوي عشان تبقى طريه معانا، متبقاش جامده واحنا بناكل. هنجهز بقى الفاكهه معانا ونغسلها كويس جدا، ولو فيها اي حاجه في القشر مش لطيفه هنبدا ان احنا نشيلها. اول حاجه محتاجين نوع عصير يكون احنا بنحبه، بس هي مشهورة جدا يا بعصير الجوافة يا بعصير المانجا. عايزين نعمل عصير يكون بيوريه، يعني يكون تقيل جدا جدا زي اللي بنجيبه من المحلات او بنشربه بره. هنجهز المانجا وهنحط عليها ربع كوباية مية صغيرة، وهنحط عليها السكر اللي احنا عايزينه، والسكر حسب الرغبة، وممكن نضربها اصلا بالهاند بلندر. كده جهزنا عصير المانجا البيوريه. هنعينه بقى في الفريزر شوية يسقع لحد ما نخلص تقطيع الفواكه. زي ما اتفقنا هنجيب اي فاكهة عندنا وهنبدأ ان احنا ننضفها كويس جدا من جوه، نبدأ بقى ان احنا نقطع الفواكه. عايزه اقولك كمان ان دي الفخفخينه دي من الحاجات برضو اللي هي تبقى تنفع للضيافه، لو جالك ضيف فجاه وعايزه تعملي حاجه سريعه طعمها حلو ومشرفه، دي مناسبه جدا لكده. فهنحتاج مكعبات من المانجا. وعلشان اتحكم في المانجا دي كده كويس هدخلها الفريزر 5 دقايق كده ولا حاجه قبل ما اقطعها واقشرها واشتغل فيها. وبعدين كده عملت ميكس الفواكه الخطير ده. انت لو دقت الميكس ده لوحده انا هنا قدمتها في اطباق. ساعات احنا بناكلها في محلات العصاير في كوبايات، تمام مش مشكله. لو كوبايات بقى هتحطي طبقات، وبعدين هقدمها في طف الاطباق دي يعني، وهنزل عليها بعصير المانجا اللي احنا عاملينه. انتوا متخيلين بقى الطعم معايا هيبقى عامل ازاي؟ وبس وصفة خلصت اصلا، ما فيهاش اي صعوبة ولا اي حاجة. ميكس فواكه احنا بنعمله وعليه عصير بيري. وهنزينها بقى. ساعات انا باكلها بره تبقى متزينه بقطع من الجلاش او قطع من الهريسه، عليها بوريو، عليها بسكويت، عليها اي صوص شوكولاته او اي صوص اي حاجه احنا عايزين نحطها. ممكن كمان ميكس مكسرات. الوصفه خلصت، طبعا تجربوها.